أنا بلال موسى. النهارده السبت 27/9. كل يوم في الإزعاج ده، وكل يوم الصوت بيشتغل كده، والصوت عالي وبيشتغل، ما نعرفش نقعد منه ولا ننام منه. الصوت ده كل يوم على كده. ايه العمل بقى؟ الفيديو اللي انت شفتوه ده يا جماعة عن واحد بيشتكي من جيرانه اللي بيفضلوا مشغلين اغاني كل شوية، والحقيقة ان المشكلة مش مشكلة مع الراجل ده بس، دي مشكلة يعني يمكن ناس كتيرة جدا من الموضوع ده. وهو ممكن يكون في جيران بتأذي جيرانها اما بقى بالاغاني او بالشتايم، حتى بالاذية الجسدية، وممكن توصل لحاجة اكبر من كده بكتير. وده فكرني بقصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم. واحد جه بيسأله بيقول له يا رسول الله، ان امرأة تذكر من كثرة صيامها وصلاتها وصدقاتها. واحد راح يسأل النبي بيقول له يا رسول الله، نوعين من الناس، اول واحدة معروف عنها انها بتصلي وبتصوم وبتزكي، وبص يعني حافظة مصحفين زي ما بيقولوا كده، بس بالرغم من اللي بتعمله ده كله تؤذي جيرانها بلسانها. تخيلوا النبي قال يا جماعة، قال هي في النار. ما زودش كلمة تانية، ما زودش كلمة واحدة بس. طب وكتر الصلاة والصوم والكلام ده كله ملوش اي لازمة، لان طالما الحاجات دي مش هتمنعك ان انت تعامل جارك معاملة صحيحة يبقى ملهاش لازمة. وعلى النقيض سأله برضه وقال له يا رسول الله، أرأيت إن فلانة تذكر من قلة صيامها وصدقاتها لكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها؟ فرد النبي عليه وقال له قال هي في الجنة. وخدوا بالكم يا جماعة، هنا بيقول إيه؟ يعني اللي بيسأل النبي بيقول له إيه؟ بلسانها. امال الناس اللي بتتعدى بالإيد ممكن الموضوع يوصل لأذية في الأهل كمان، إن هو مثلا لو جار متضايق منك أنت شخصيا يأذي أهلك فيها. عشان كده يا جماعة لازم ناخد بالنا جدا من حوار الجيرة ده. وعايز أقول لكم يا جماعة إن النبي قال حديث بالنسبة للجيرة أنت لو سمعته تستغرب جدا. فالنبي بيقول ايه؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يعني سيدنا جبريل كل شويه ينزل على النبي، عليك بحق الجار، عليك بحق الجار، كل شويه. فطبعا ايه، من كتر ما سيدنا جبريل كان بيقول كده للنبي، النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ قال حتى ظننت انه سيورثه. كنت فاكر ان هو هيقول لي ايه؟ هيقول لي لما تيجي تورث يا محمد لازم تورث الجار معاك. واحده من الاسباب اللي ممكن ربنا يعذبك عشانها سوء معامله الجيره.